ذات مومنت لما تكون قاعد كده بتقلب في الموبايل وتلاقي وصفة اقتصادية تعملها لولادك في ليالي الشتاء القارس، وتكون المكونات كالآتي: لبن، بيض، سمنة، دقيق، بيكنج باودر، صوص المستبيشو، مش عارفة ايه الصوص ده بس تمام. احب انوه ان هذه المكونات اصبحت غير اقتصادية، بمعنى انه اللبن اصبح غالي والبيض اصبح غالي، يعني اصبح من رفاهيات الحياة، مش موجود في البيت. يعني مش هفتح التلاجة الاقي بيض ولبن زيادة ولا اي حاجة. السمنة غالية، الصوصات اللي حضراتكم بتقولوها دي انا معرفهاش وغالية، والبديل بتاعها غالي، ولو جربت اعملها في البيت فهي اغلى من ان انا اشتريها اساسا جاهزة، هي اغلى. فيا ريت الشيفات المحترمين بتوعنا بعد كده ان شاء الله في الوصفات الجاية يا ريت نراعي ان الوصفه تكون اقتصاديه، يعني خاليه من الدقيق، خاليه من اللبن، خاليه من البيض، خاليه من السكر، لان السكر برضو غالي ونحله بايه ومش بنلاقيه، وتكون غاليه من الصوصات اللي احنا ما نعرفهاش وعشنا حياتنا كلها من غيرها. عايزين وصفه في حدود ال 25 جنيه اللي معانا نعملها حاجه كده حلوه للعيال يتبسطوا بيها وياكلوها. الله يكرمكم، الدنيا غاليه، الله يكرمكم، نحس ببعض. ده انا بفتح الوصفات الاقتصاديه دي بحس ان انا فقيره وجهله الاتنين، مش عارفه انا بس ولا ايه.